لو ما جربت الصينية دي فايتك كتير. صينية الجبنية أعمليها على ضمانتي. أول حاجة في محضرة الطعام حأنزل ب5 مثلثات جبنة، عليهم نص كوب حليب، عليهم 2 ملعقة سكر، عليهم فنجان زيت، وحنخلط بمحضرة الطعام لحد ما نحصل على خليط سائل. وبعدين في وعاء حاخد كوبين دقيق زائد ملعقة كبيرة خميرة، وحنضيف الخليط السائل اللي خلطناه بالفود بروسيسر لخليط الدقيق. وما تنسوا تضيفوا ذرة ملح لأنه الملح هو اللي بيضبط طعم الحلويات. حنقلب المقادير الجافة دي كويس شديد مع بعض عشان نتأكد إنها امتزجت تمام، وبعدين حننزل عليها بالخليط السائل اللي خلطناه في الفود بروسيسر. حنقلبه أول حاجة بالملعقة، وبعدين حنعجنه عجينة عادية. العجينة حتطلع هشة، حتكون قريبة من عجينة الكعك لكن أقوى شوية. هنا عندي صينية مدهونة بزيت أو بسمن، فردت عليها العجينة وساويتها كويس شديد، وبعدين قطعتها. هقطعها على شكل مربعات مايلة قبل ما أدخلها الفرن. هسخن الفرن قبل ما أدخل فيه الصينية ب5 دقايق. هخليها تاخد نار من تحت 8 دقايق، ومن فوق دقيقتين إلى 3 دقايق. أول ما طلعتها من الفرن حكون مجهزة شيرة، هخليها تبرد شوية، وبعدين هنزل عليها بالشيرة تكون باردة والصينية تكون حارة نوعا ما، وبكده تكون جاهزة للتقديم. طبعا هي مقطعة سلفا، بس حتطلعي القطعة اللي قطعتيها. الصينية دي رهيبة شديد، بتحسي إنها مزيج ما بين باسطة ما بين كيكة كعك اللباشكري. بس جربوها واستمتعوا.